اعمل كذا نوع تمرين هينشطني، برضو ده بيسبب ادمان. ايه السر؟ انه تمارين بترفع المعنويات، تمرين كويس قوي لترهل الدراعات هنا، ادمان للاندوكراين بتاع السعاده. التمرين اليومي بيفرق جامد جدا في المعنويات، وبيرفع المعنويات، بيحسن النفسيات، بيخلي الواحد عايز يبقى لطيف مع الناس وحابب الناس وحابب نفسه. والتمرين زي ما قلنا مش لازم بقى لو ما عندناش فرصه انه نروح مكان مخصوص للتمرين، ممكن نعمل تمارين بسيطه، بس اهم حاجه نعملها مظبوط. ودلوقتي بقى عندنا فيديوهات، ببص على الفيديوهات. انا مثلا او لو عندكم سلم في البيت ممكن قوي اعمل كذا نوع تمرين هينشطني. لو عايز اعمل تمرين للرجلين هرجع لورا شويه، وممكن اعمل رجل هي زي حركه العجله، وممكن لو اقدر ومش هيبقى في حمل على ظهري اعمل الرجلين. لكن لو احس في اي وقت انه الحمل هيزيد على ظهري اعملها رجل عجله، وبعدين التانية، واحط لنفسي موسيقى برضو مشجعة حلوة. وبعدين لو عايز اعمل لدراعاتي وفي السلم ممكن اتني الدراع وافرد، اتني وافرد، مش شرط رجلي تبقى مفرودة. فده تمرين كويس قوي لترهل الدراعات هنا. ممكن كمان اعمل كأني بمشي في المكان، همشي في المكان وافتح الرجلين واقفل الرجلين، مش شرط على سلم، ممكن على كرسي. ونفس التمرين ده ممكن على كرسي، بس يكون كرسي جامد، القعدة بتاعته احط ايدي عليها وارفع واتني دراعات بس ما خليش الكتاف تطلع لفوق. ايه السر؟ انه تمارين بترفع المعنويات، الاندوكراينز اللي الجسم بيفرزها بتساعد على تنشيط الدورة الدموية، ودي برضو الاندوكراينز بتسبب الشعور الحلو. وصراحة الناس اللي بتتمرن كل يوم بيجي لها تمسك، بتبقى عادة متعودة، يبقى ادمان للاندوكراين بتاع السعادة. عشان كده تلاقوا الناس اللي لو متعودة تتمرن كل يوم ويجي لها وقت تبطل تلاقوها دايما عايزة تنام، كسلانة، المود بتاعها متأثر، عشان برضو ده بيسبب إدمان. بس على الأقل إدمان مفيد ومبهج.